بما اني بقى خلاص كل سنة وانتوا طيبين، الشتا دخلت علينا ومش هنلاقي الملوخية الخضراء الجميلة ديت طبعا. في الشتا. فطبعا بنروح ايه في الشتا، بنروح نجري على السوبر ماركتات ونجيب الاكياس اللي هي بتبقى مفرزلة في الفريزر في السوبر ماركتات، وطبعا بتبقى غالية جدا علينا. طب وعلى ايه؟ انتي بقى اليومين دول الملوخية الخضراء رخيصة جدا، فنجيب شوية ونعملهم ونخزنهم في الفريزر. بس النهاردة هقولك على تكتين مهمين جدا في الملوخية. عايزه اقولك هتعتمديها حتى لو حطيتيها سنه حتى في الفريزر مش هيجرالها اي حاجه. هخليكي تعرفي ازاي تخلي الملوخيه تبقى على لونها، على خضرها الجميل دوت. هخليكي كمان تبقى طعمها تحفه جدا، واللي ياكلها من ايدك يعشقها جدا. النهارده بقى هنبدا الفيديو. قبل ما نبدا الفيديو هنسمي الله وهنصلي على الرسول. ما تنسوش لايك وشير وكومنت حلو منكم. ما تنسوش ان انتوا تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الاشعارات بتاعتنا الجديده. هنا بقى معانا دي حزمه الملوخيه بتاعتنا. طبعا انا مقرطفه بقى كل كميه الملوخيه، لكن هنا بقى ايه عملت واحده كده ايه نقرطفه كده مع بعض عشان خاطر البنوتات الصغيرين. هنا بقى ايه بصوا بنقرطف بالطريقه ديت، يعني بناخد كده ايه العقد كده الملوخيه كده بالعرق كده بتاعها، عشان خاطر بس ايه تدي عرق كده حلو للملوخيه وتبقى طعمها حلو كده معاكي، ما تبقاش خفيفه جدا وتبقى ساقطه منك. فلازم ان احنا بنعملها كده ايه بالعرق كده بتاعها. نخلص بقى كده كل الكمية زي ما انت ما شايفة كده بالظبط. لازم نعملها بالطريقة اللي انت شايفاها دي، يعني ما نقرطفش واحدة 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 كده، لا، لازما بالعرق بتاعها عشان تبقى طعمها حلو جدا معاكي ومتسقطش كمان معاكي وانت بتعمليها. هنا بقى خلصت بقى ايه الملوخية، طبعا بنغسلها. دي كمية الملوخية دي معايا اللي انا هعملها معاكم. طبعا بنغسلها كويس جدا وبنصفيها. لازم ان احنا نصفيها كويس جدا وبنغسلها كويس جدا الملوخية، يعني ننقعها كده في قلب طبق، وبعد كده ايه بنبدأ ان احنا نغسلها كويس جدا. هنا بقى معانا الملوخية، لازم ان احنا نحط الملوخية تكون المية تكون سخنة كده زي ما انتم ما شايفين. يعني ما تغليش ولا حاجة، يا دوبك ان هي هتسخن كده ننزل فيها الملوخية. حطيت كمان معلقة من السكر. السكر هنا مادة حافظة للملوخية، يعني تفضل تحفظ لك الملوخية حتى لو حطيتيها فترة كبيرة في الفريزر. كمان بتديها طعم حلو جدا للملوخية، تخليها كده معاكم تبقى مسكرة. هنا دي مية بقى ايه ساقعة، دي اهم حاجة ودي خطوة مهمة جدا. المية الساقعة دي اللي انا حطاها في الحلة التانية، بطلع هنا من المية تكون السخنة، بنزل على المية الساقعة على طول. ده اهم حاجة ودي اهم خطوة جدا للملوخية عشان تبقى خضرة معاكم وتفضل على لونها. وهوريكم طبعا ازاي ان هي على لونها. وهنا بقى ايه بنزل كده الملوخية على المية السخنة. لازم لما بنزل على المية السخنة يعني ما بنسيبش الملوخية تغلي فيها ولا حاجة، لا، بنعمل زي الورق العنب كده بالظبط، يعني ان احنا بننزل الملوخية في المية السخنة بنروح مطلعينها على طول. وهنا بطلع هنا بقى ايه المية، قصدي المية بقولكم المية الملوخية كده الخضرة من الحلة كده زي ما انت ما شايفة كده بالظبط. بنطلعها كده على مصفى نصفيها. وهنا كمان خطوة مهمة جدا في المية الساقعة اللي احنا حطينا في الحلة التانية. بصوا هنا الملوخية ما بتاخدش وقت خالص، يعني يا دوبك ننزلها نروح مطلعينها تاني على طول، ما نسيبهاش تغلي فيها وعشان ما تبص مننا. هي دوبك بننزلها كده زي الورق العنب بالظبط. هنا بقى بصوا انا هنا المية الساقعة اللي انا حطاها في الحلة ديت، لو انتوا طبعا المية طبعا سخنت معاكي اللي احنا حطينا المية الساقعة ديت، بنغيرها عشان خاطر لازما الملوخية تنزل في مية تكون ساقعة جدا. ما ينفعش ان هي ننزلها المية تكون سخنة، فمش هتبقى حلوة معاكم. بصوا بقى الملوخية شايفين لونها جد تحفة. ايه رأيك بقى؟ بجد جميلة جدا جدا. فنعمل كمية كده حلوة نحطها في الفريزر. يعني لو انتوا بتحبوا الملوخية كتير وبتستخدموها كتير، فتعملوا كمية اللي انتوا حسب ما انتوا هتستعملوها. وطبعا هنا بقى هغير المية عشان سخنت، فهحط بقى مية غيرها تكون ساقعة بقى. زي ما انت ما شايفة كده غيرت المية اهي. وهبدأ برضو انزل بقية كمية الملوخية كده
يعني سهلة جدا ومش متعبة خالص، يعني على طول بتخلصيها، ما بتاخدش منك وقت خالص. وطبعا هقول لكم بقى ايه ازاي هنكمل بقية بعد كده. الخطوة اللي بعد كده المهمة جدا برضو، هنعمل الخطوة اللي بعد كده، هنقول لكم هنعمل ايه في الملوخية. طبعا هنا لازم ان احنا بنصفيها زي ما انتم شايفين، بنصفيها كده، بنصفيها كويس جدا. بعد كده معانا هنا بقى ايه الخلاط. طبعا حابة هنا بقى ان انتي تضربيها في الكبة زي ما تحبي، فانا قلت ايه ان انا هضربها في الخلاط عشان تاخد الكمية كلها كده مرة واحدة. تمام كده، حطيتها هنا ايه، بحطها ايه في الخلاط زي ما انتم شايفين. شايفين طبعا لونها افتح ازاي، تحفة جدا. نحط بقى ايه كوباية من المية. تمام كده، كل مرة بنحط مثلا الملوخية بنحط عليها كوباية من المية تكون ساقعة جدا، يعني تكون ساقعة من التلاجة. وهنبدأ ان احنا هنضرب كده الملوخية زي ما انتم شايفين كده بالظبط. تمام كده، طبعا بنخليها على القوام اللي احنا عايزينه، يعني ولا تبقى تقيلة قوي ولا تبقى خفيفة قوي. وهنوريكم بص اللون تحفة تحفة تحفة. ايه رأيك بجد؟ يلا مستنية ايه، قاعدة لغاية دلوقتي تتفرجي عليا ولسه ما حطيتليش اللايك؟ ايه رأيك في الملوخية الجميلة ديت؟ تستحق اللايك منك ولا ما تستحقش؟ يا ريت تحط لنا اللايك. شايفة اللون بجد تحفة جدا، شايفين الشكل؟ انا عايزين القوام يبقى زي ما انتم ما شايفين كده، لان احنا هنفرزلها طبعا في الفريزر، فبتبقى قوامها بيبقى تقيل. عشان خاطر ان احنا طبعا لما بنيجي نعملها بنحط لها طبعا الشوربه بقى وكده، فبتبقى بتخف معانا بقى. فهنا بقى ايه، هبدأ ان انا ايه احط في الاكياس بتاعه الفريزر. فطبعا هنا الاكياس اللي هي بتاعه التلاجة ديت، تحطي فيها الكمية اللي انتي حباها. يعني مثلا يعني ما تحطيش بكترة، يعني على حسب ما انتي ما بتستعملي. يعني مثلا بتستعملي كمية كتيرة تحطي، بتستعملي كمية قليلة يعني ما تكتريش. عشان ايه؟ يعني حرام ان هي تترمي معانا الملوخية. نستعمل على قد ما احنا ما بنستعمل في كل كيس، ونحط الكمية اللي احنا بنستعملها مثلا في اليوم ده. تمام كده، هنا بدأت ان انا ايه بحط في الاكياس، وهنا هوريكي ازاي ان احنا نقفل الاكياس بتاعتنا نحطها في الفريزر. زي ما انت ما شايفة كده، بنبدأ ان احنا بس نطلع منه الهوا كده، وبنبدأ ان احنا ايه نقفل كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. يعني ما بنربطش الكيس ولا حاجة، بس بنقفله كده بالشكل اللي انتوا شايفينه الجميل دوت. عشان بحيث ان احنا نحط كده الاكياس كده تبقى فوق بعض كده، وتبقى شكلها جميل جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد تحفة جدا. يعني عايزة اقول لكم يعني بتبقى خير كده في البيت لما احنا نعمل الملوخية كده في البيت ونحطها كده في الفريزر. بنشتريها طبعا، انا بشتري، يعني عايزة اقول لكم ان انا كنت بشتري الملوخية من بره، يعني بتبقى عاملة الكيس مثلا ممكن يبقى عامل 10 جنيه. فطبعا تبقى يعني السعر بيبقى غالي، يعني مش رخيص برضو. فانتي بتعملي يعني كمية حلوة على حسب ما انتي بقى ما بتعملي، وعلى حسب سعر الملوخية. طبعا هي سعرها يعني موفر اليومين دول، رخيصة.